السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا في فيديو النهاردة: رسميا استضافت مصر للبطولة الودية لمعسكر المنتخب بدلا من الإمارات. كان من المقرر أن تقام البطولة الودية لمعسكر المنتخب الوطني في دولة الإمارات الشقيقة، وقد أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا قائلًا فيه: تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة بدلاً من الإمارات كما كان مقرراً في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة. وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18 ل 26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس. الخبر اللي معانا بعد كده عن خليفة مبابي في سان جيرمان. كشفت تقارير صحفية إلى اقتراب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع خليفة النجم كيليان مبابي مهاجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من التعاقد مع النجم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعويض النجم كيليان مبابي. وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تتجهز حاليا لتقديم عرض لفريق مانشستر يونايتد بلغت قيمته 75 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع النجم ماركوس راشفورد. وشارك راشفورد في 32 مباراة بقميص اليونايتد خلال الموسم الجاري بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 7 أهداف وأربع تمريرات حاسمة. الخبر الأخير معنا في فيديو النهاردة: منتخب كرواتيا بقيادة مودريتش في البطولة الودية بالقاهرة. كشف الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حضور منتخبه بكامل نجومه، وفي مقدمتهم لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الأسباني، في البطولة الودية للمنتخبات التي تقام في القاهرة خلال شهر مارس الحالي. وقال المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم المصري أن قائمة المنتخب الكرواتي تضم إلى جانب مودريتش كل من ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو جافارديول نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومارسيليو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، وأنتي بوديمير نجم أوساسونا الأسباني، والمخضرم إيفان بريتشيتش لاعب بايرن ميونخ وإنترناسيونالي السابق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.